في سؤال يعني إيه 5 كلمات دي. مش أولا nyamperin هي كلمة إندونيسية العامية. nyamperin معناها تجيله، يعني تيجي لأي حد. يعني مثلا saya nyamperin dia. أنا بجيله، يعني أنا بجيله دلوقتي، يعني أنا هاجي أو بجيله تقريبا. يعني saya nyamperin dia. أو آه لو مثلا نمسح الحتة الأولانية اللي هي إن، تبقى كلمة سامبرين، يعني معناه فعل الأمر. سامبرين دي يعني ما تجيله بقى، يعني ما تروح له، يعني يكون فعل أمر، يعني روح له، يعني سامبرين دي. وأحيانا سامبرين هي بتيجي بمعنى إنك تجيله عشان تلعب حاجة. آه nyamperin Lutfi مثلا. saya nyamperin Lutfi، أنا هاجي لطفي أعزمه للعب حاجة، يعني لعبة إيه، مثلا كورة، حاجات ديت اسمها nyamperin. والتاني بقى بوندونgan. أنا أعتقد يعني أنت سألتني مرات كتيرة، وجبت لي دايما كتير كلمات أصلا سندوية. هي كلمات سندوية مش إندونيسية، جت من كلمة قبيلة سندا. بس أنا أترجمها لك إن شاء الله. بس لازم تعتقد يعني ترجمتها من حد سندوي، عشان أنا مش سندوي، يعني أنا مش سندوي. بوندونgan معناها تخاصم، يعني أنت بتخاصم من حد. يعني مثلا آه، أنا ما أعرفش يعني المثال بالسندوي، بس هي بتيجي بمعنى تخاصم، يعني أنت بتخاصم من حد. يعني زي مخاصمك مثلا، الأغنية شهيرة مخاصمك، يعني بوندونgan تخاصم أو مخصم. وبوتو كمان كلمة سندوية اللي هي بمعنى الجودة، بس لازم تسأل حد تاني حد سندوي وتتأكد من المعنى. وكمان كنه هي كلمة سندوية، هي بمعنى فجأة أو في لحظتها، يعني في لحظتها كذا. عشان كلمات ديت كلها سندوية، فأنا ما أقدرش أعطي لك بالجملة. عشان لو أعطي كلمات بالجملة، هي لازم تبقى إيه، جملة سندوية بالكامل، عشان أنا مش سندوي، مش قادر أعطي لك سندوية. والحتة الأخيرة بس اللي هي آه، تو تو أصلا جت من كلمة إندونيسية الفصيحة اللي هي إيتو يعني إشارة للبعيد، إشارة للبعيد. أحيانا إحنا بنلفظها في الحوار العامي. إحنا بنقول بقى مثلا تو datang، تو datang، تو datang، أهو جه، أهو جه، تو datang. يعني تو إشارة للبعيد. apa tuh يعني انتوا عارفين كلمة apa يعني ايه؟ يعني apa tuh يعني ده ايه ده، يعني إشارة للبعيد، ده ايه ده، يعني في حاجة بعيد، يعني بعيد عنك. فكان الله يريد في فيديو تشتركوا من الشركة، وفي أسئلة تانية اكتبوا لي في الكومنتس دايما، والرابط لسه مفتوح لأي حد اللي عايز يتعلم اللغة الإندونيسية. احنا فتحنا دورة من أول شهر فبراير، ولسه مفتوح يعني. وكمان لو في ناس اللي عايزين مثلا يندموا يعني عائلة، يعني بالكامل من العائلة، كمان في سعر وخصم خاص إن شاء الله. ودمتم في أمان الله ورعايته. لو في أسئلة اكتبوا لي في الكومنتس. وكمان buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab Amiyah, insya Allah mungkin bulan depan saya akan buka kelas Amiyah bahasa Arab Mesir dan bahasa Arab Maroko. Kalau yang mau ikut silahkan. Dumtu fi aman Allah wa ra'aytuh. Tashlakum asyraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.